طبق الرشتة من أشهر الأطباق الشعبية التقليدية القديمة في الجزائر، عادة ما يقدم في المناسبات كاحتفالات الأعياد الدينية أو في الأعراس. ألف مبروك، لأن هذا الطبق الشعبي استطاع أن يحتل المرتبة السابعة عالميا في تصنيف موقع تيست أطلس لأفضل أطباق العصائب أو النودلز في العالم. التصنيف سيطرت عليه بطبيعة الحال مطابخ آسيا، والرشتة الجزائرية شكلت إضافة عربية وإفريقية متقدمة. الرشتة هي نوع من عصائب المعكرونة الطويلة والعريضة، تشبه النودلز وتقدم مسقية بمرق اللحم أو الدجاج. للمزيد نورنا في الاستوديو الشيف ابتسام حموش. شيف ابتسام، اهلا بك، يسعد صباحك، شكرا على تواجدك معنا، والف مبروك للجزائر، تصنيف سابع عالميا كافضل اطباق الرشتة اللي هي بالوسط. اكيد. اي صباح الخير، شكرا على الدعوه، وسعيده كثير لانه الطبق تبعنا تحصل على، خليني احكي جزائري، فرحانه بزاف لرشتة اخذ المرتبه السابعه عالميا، وهذا شرف لينا الجزائر، وكانوا يصنعوها جدودنا بكري يعني. يعني كانوا بيشتغلوا بالبيت، يعني عادي، يعني بيعملوهم بالبيت بماكينه صغيره، بس هلا تطورت، يعني كل شيء تطور. واكيد احنا رح نحكي عن مكونات الرشتة وتشرحي لنا عنها، بس كمان بدنا نقول للمشاهدين انه الرشتة ذكرت بكتاب ابن خلدون، رحله ابن خلدون غربا وشرقا، يعني فهي تاريخيه بامتياز. يعني فقط نريد التنويه ايضا الى هذه المعلومه. حتى اسمها، لانه الرشتة من كلمه يعني فارسيه، اسم يعني الخيط، صح، يعني الخيط. طلعوا هالاسم من الرشتة يعني. طب فقط بدي انبه نادين انه احنا انبسطنا بهالتصنيف، لانه من العاده المطبخ الجزائري ثري وغني، بس للاسف تجاريا ما يسلط الضوء عليه ولا حتى استثماريا ودعايه. ففرجينا الرشتة آسيا. هاي رشتة بتنعمل بالنودلز، يعني جزائريه، هي بنصنعها بالبيت. اوكي. وبتنعمل بدجاج او لحم، مرق ابيض، في ناس بالغرب بيستعملوها بمرق احمر، صح، بس يعني هي الاصليه بمرق ابيض بالدجاج. وكمان بنستعمل، احنا نقولها قرعه او كابويه، كوسه بالجزائر، الكوسه، جزر، زروديه بالجزائري. شو اللي بالجزائري؟ زروديه. طيب، واللفت كمان كلمه جديده تعلمنا، اللفت. بس شو بيفرق عن الكسكسي؟ لانه انا شايفه الفكره كسكسي وفوق الدجاج او اللحمه والهيك، شو بيفرق عنه؟ لا بيفرق يعني، وهي مرق ابيض بالجزائر. في كثير انواع كسكس، يعني في الاحمر، في الابيض بالمرق ابيض. في الكسكس الاسود يعني اللي بالتوابل. بيختلف من منطقه لمنطقه، وبحكم عندنا 58 ولايه الحين، يعني عندنا الجزائر بلد كبير. جسم انا شايفتك ما جايبه بس الرشتة اللي فازت بالتصنيف، ولكن جبتي اطباق يا متنوعه، ريت حلويات وسلطات. نقدر نجيب بلوس، نجيب اكثر، نجيب كاع الانواع تاع الماكله تاعنا، مي لا غالب جبت. لغير الجزائريين حابين هيك تشرحي لنا مكونات كل صحن، سواء مالح او حلو. اكيد. خلينا، هذا شلاضه مشويه، سلطه مشويه، يعني سلطه فلفل او حميص يعني فلفل احمر، فلفل اخضر، ثوم، بصل، كل شيء مشوي. بعدين بنقطعهم وبنقليهم، وزيت زيتون. زيتون، اكيد زيت زيتون. هذا هاي بتتاكل سخنه ولا بارده؟ سلطه يعني لا، هي في ناس بياكلوها سخنه، تكون مثل المتبل بابا غنوج، يعني مثل بابا غنوج. ايوه. وهذا طاجين يعني متوم، لحم، كريات لحم كمان، ولوز، شوي لوز، ومرق ابيض. هذا في ناس بتعمله بمرق احمر، يعني بالجزائر في ابيض واحمر يعني. طب هو بيختلف من منطقه لمنطقه؟ لما بنحكي احنا الجزائر بلد كتير كبير، يعني في اكلات معينه او اطباق مقتصره على مدينه دون غيرها، مثلا انه الرشتة مثلا العاصمه، الجزائر العاصمه. أوكي. العاصمه معروفه بالرشتة، بس الكسكس عموم الجزائر، في عموم الجزائر والمغرب العربي بشكل عام. المغرب العربي. وبس في اكلات مثل بالغرب، في حريره،
بالعاصمه في شوربه فريك وفي اللي بجاري. كل واحد وفي الشرق الشخشوخه. الشخشوخه هي نفس يعني هي نودلز كمان بس صغيره، هي قطعه صغيره تعمل باللحم او بالدجاج مرق احمر. اوكي. الشخشوخه شيء ثاني. طب احنا هون بارت المالح، خلينا نشوف كمان رمضان ذوقناهم الحمل حلو حبوه. الحمل حلو هذا في ناس بتعمله باللحم في بدون لحم، يعني بنعمله بكل فواكه مجففه بتكون. أيوة. فواكه مجففه بالقرفه والسكر. هو مالح وحلو بنفس الوقت؟ لا حلو. الجزائر تعمله حلو والمغرب يعملوه مالح. اوكي انا اختلطت علي وبالغرب الجزائري كمان بنعمله مالح حلو، نص يعني مالح وحلو نفس الوقت. أوكي. وهذا بنعمله بالاعراس بالحفلات صح. يعني باخر شيء بعده يجي الحلو، يعني هذا بعد الاكل المالح بيجي الحلو طاجين الحلو. اوكي. حلويات. والحلويات هذه بقلاوه، مقروط اللوز والجوزيه وقلب اللوز صح. هذا رمضان يعني مقتصر الحلويات بشكل رئيسي على اللوز. اكيد. اوكي. يعني معروفه الجزائر بالحلويات التقليديه كلها لوز. حتى في الاعراس كله حتى لازم. وفي الاعراس نحن نقدم كذا طبق، يعني ما بنحضر يعني بس كسكسو خلصنا. يعني بنحضر المقبلات بعدين لازم. بس هاي قلب اللوز رمضان مفروض منها. يعني انا لفتني التوب تبعك يا ابتسام، بس لو تلفي كذا. اكيد شايفه. العلم الجزائري. تحيه لكل الجزائر. شكرا نورتينا في الاستوديو. شكرا ابتسام. الله يخليك. شكرا ابتسام. شكرا لك.